صباح الخير واهلا بيكم في قناتي من تاني، واحنا هنا في حلقات فاطمه والبنات. النهارده انا جايه اكلمكم في حاجه انا عايشاها جدا وحاسه بيها جدا. كان بحس كده احسن عشان الموضوع يوصل لكم كده على طول. اعملي لايك وسبسكرايب وكومنت برايك اكيد، واستنى كل كومنتاتكم وكل تفاعلاتكم على الفيديو. وبس كده، يلا بينا نبدا. هو كان الموضوع بدايته في الحياه ما بعد التخرج، بس اكتشفت ان البنات دلوقتي بيبدأوه كمان من قبل التخرج. فكرة الشغل والكلام ده البنات بتبدأها قبل التخرج وهي في الكلية. فأنا طالعة أتكلم النهاردة تأثير الشغل على المرأة وقد إيه الشغل مضر. بقى نفتح دماغنا كده معايا شوية. في جملة كليشيه كده بس هي لازم تتقال: انتي مش في سباق مع حد، مش لازم تسابقي الناس كلها عشان يكون معاكي أحسن فلوس، لازم تكوني في أحسن بوزيشن في الشغل بتاعك علشان تبقي احسن من صحابك اللي في سنك. وان صحابك اللي في سنك لو هم اعلى منك في حاجه معناه ان انتي مقصره او ان انتي ما مشيتيش على التراك مظبوط. كل الكلام ده بلح، مفيش الكلام ده. وانتي مش المفروض تكوني في سباق مع حد، لانه انا بما اني واحده مش بشتغل ودايما بيجيلي كومنتات طبعا من اهلي ومن صحابي او اي حد اقعد معاه: انتي مش بتشتغلي ليه؟ انتي مش هتشتغلي بقى. وانا ضد الشغل، مش ضده الصراحه، بس انا ضد ان انا انزل اشتغل شغلانه علشان بس يبقى معايا فلوس. يعني الجانب المادي مش الشيء اللي هيغريني اللي انا انزل اشتغل، ان الجانب المادي مهم في حياتي، مهم في حياة اي حد. اللي انا عايزه اعمله ان شاء الله انا لما اكبر يبقى عندي 40 50 حتى 30 سنة، ابص على اللي فات من عمري الاقي ان انا عملت حاجات كتير قوي في حياتي وكنت مبسوطة وانا بعملها. حتى لو اشتغلت اكون مبسوطة وانا بشتغل. كنتش عايشة كل السنين، عشرات السنين اللي فاتت دي بحارب عشان شغل، عشان فلوس، كل يوم في دوامة شغل فلوس شغل فلوس، وانا مش مبسوطة. وبالعكس بالعكس بقى، ان انا ممكن اكون بشتغل وكمان مفيش فلوس. تخيلي انتي تعيشي طول عمرك بتشتغلي وانتي مش عارفة تحوشي. هل ده معناه ان انا مش عايزاك تشتغلوا خالص او ان انا مش عايزة اشتغل خالص؟ انا اوريدي اللي بعمله ده شغل، اي نعم انا مش بيطلع لي منه فلوس خالص بس هو ستيل يعني حاجة بستثمر فيها. وده بقى الجزء. عارفين في فيديوهات كده بتطلع هو يكون راجل عجوز جدا او ست عجوزة جدا تطلع تتكلم تقولك: حولي شغلك، شغفك لشغلك، خليكي لما تكبري تبصي على اللي فات. انا الفيديوهات دي مقتنعة بيها جدا وبعملها وعملتها وعايزة امشي عليها بقى حياتي ان شاء الله. اللي هو انا احول الحاجة اللي انا بحب اعملها وبعرف اعملها لشغلي اللي بيطلع لي فلوس. فانا نصيحتي ليكي، وحقيقي النصيحة دي انا مش بس بقولها هنا على اليوتيوب، انا بقولها لكل البنات. اي بنت تقابلني بنتكلم في اي حاجه اقول لها دايما كده: جربي، دوري على شغفك. وكان بيقبع كده في حته: طب اعمل ايه حبيبتي؟ انا مش هقولك تعملي ايه بس انزلي دوري على حاجه طب انتي بتعرفي تعمليها. في تجربتي انا الشخصيه كنت دايما قبل ما اوصل بقى اللي انا عرفت الحمد لله بسيرش جوايا وفي اللي حواليا انا بعرف اعمل ايه. بعرف اغني، بعرف امثل، بعرف لحد ما عرفت ان انا بعرف احط ميك اب، وبالميك اب طلعت على اليوتيوب فعرفت ان انا بحب اطلع اتكلم، فوصلت اللي انا فيه دلوقتي. فاهميني؟ فانتي جربي كل حاجه متاحه بالنسبه لك انك تعمليها، اعمليها. حاجه بسيطه، حاجه معقده، حاجه هتاخد منك ايام، حاجه مش عارفه ايه، انزلي ما تقلقيش من حاجه، ما تخافيش اصلا انك تفشلي. بس يعني شايفه انا عماله اقولك انزلي ودوري وبتاع، ما تاخديش الامور بعنف. لان انا بحس ان احنا كبنات اما بنتحط ان احنا عايزين ناخد الامور اللي احنا بنعملها بعنف او باستعجال او بنشاط مفرط كده، الموضوع مش بينجح معانا مش عارفه ليه. بس بحس ان الست سبحان الله ربنا خلقها كده عشان رقيقه، وعشان ربنا خلقنا كده يعني ايه بهداوه. مش عارفه، بحس ان احنا دي في فطرتنا ان احنا ناخد الامور ببساطه. اما بناخد الامور بجديه وبصعوبه الموضوع بيفلت مننا. مش ان هو الموضوع بيبوظ، بالعكس ممكن الموضوع ينجح جدا، انت اللي بتبوظي يعني مش بنعرف نعمل توازن بين انك تكوني جد جدا في الشغل وانك تكوني مع اولادك بكل طاقتك، وانك تكوني مثلا مش عارفه بتعملي ايه مع جوزك بكل طاقتك. الموضوع بيخرب. وانا مقتنعه بده لان انا شفت ده حواليا. ما شفت الست متجوزه وبتشتغل وعندها اولاد ومبسوطه في حياتها، ما شفتش الثلاثه دول مع بعض، ما اجتمعوش قصادي الا لو واحده بتعمل الحاجه اللي هي بتحبها. الست اللي بتشتغل حاجه هي بتحبها وشاطره فيها
ومقسماها صح ومرتباها صح ومنظمه حياتها صح، حياتها بتبقى سهله. انما الست اللي بتشتغل بهدف الشغل بس بتبقى ضايعه، لان احنا اصلا غير الرجاله. يعني الرجاله يقدروا يعملوا كده، الرجاله سبحان الله بحس ان ربنا خلقهم اصلا فيهم العنف والشقه ده، فهم عشان كده بيعرفوا يتعاملوا مع ضغوطات الحياه. انما احنا بجد، وبعدين انا ما شفتش، والله ما شفت واحده بتشتغل شغل تقيل ومبسوطه ومرتاحه. مش بيبقوا مرتاحين الا لو هي بتحبه. انا هنا مش بتكلم خالص في الشغل اللي انت لقيتي شغفك فيه وبتحبيه وراميه نفسك فيه، انا مش بتكلم في ده، وده ليه ترتيبات وكلام تاني خالص. انا بتكلم ان انت تكوني نازله تشتغلي عشان لازم تشتغلي، انت بتشتغلي عشان مش عارفه ايه، انت مش بتبقى مهلكه. وليه؟ ليه يا ماما؟ ليه؟ خلي حد يصرف عليك، روحي اتجوزي حد يصرف عليك خلي حد يصرف عليك. ليه تحطي نفسك في موضع ان انت مضغوطه طول الوقت ومش عارفه تعيشي حياتك؟ وهنا برضو انا ستيل مش بتكلم عن نقطه لو واحده محتاجه فعلا الشغل، في طريق تاني. ان انا كده بحس سبحان الله ربنا طالما وضعك في مكان معين لازم انت دلوقتي تشتغلي، لازم انت دلوقتي تشيلي مسؤوليه حاجه، فانت قدها، فهتلاقي لك طريق ان انت تحبيها وتلاقي فيها شغفك، هتلاقي لك طريق ان انت تتقبلي الموضوع برضا من غير ما يكون ضاغط على نفسيتك. انا كل اللي هممني في سلسله الفيديوهات دي وفي اي فيديو بتكلم فيه في المواضيع بتاعه البنات دي، ان انت ما تكونيش مضغوطه، ان انت ما تكونيش حاسه ان حياتك وحشه وان حياتك متأزمه وانت مش عارفه تعملي حاجه. واعرفي لو انت شغاله شغلانه انت مجبره تشتغلي وانت مش عايزه تشتغلي، اعرفي ربنا حطك في المكان ده اللي هو خلاص انت حاولتي بكل الطرق تقعدي في البيت وهي مش نافعه. هو ربنا عايزك تشتغلي في الوقت ده في حياتك، ربنا عايزك يطلع لك رزقك من المكان ده دلوقتي. من تجربتي الشخصيه الحمد لله انا بحس ان هي لحد ما ناجحه. اقول لكم انا ازاي عرفت شغفي، او ازاي عرفت الحاجه اللي انا بجد عايزه افضل اعملها طول حياتي. لان عارفين في نقطه كده انا اشتغلت 6 شهور في حياتي، 6 شهور مش عارف 4 شهور باين 5 شهور حاجه زي كده. المهم ان انا اللي خلاني اسيب الشغل ده في يوم وليله ان انا سألت نفسي انا عايزه افضل كده. يعني انا كان معايا واحده في الشغل ده شغاله في الشغل بقالها 12 سنه، يعني بجد ما شاء الله بقالها 12 سنه في الشغلانه دي، واتجوزت وخلفت وي. فسألت نفسي، دايما بقول لكم اسالوا نفسكم في كل حاجه فسألت نفسي فاطمه انت عايزه تبقي هي؟ انت عايزه بعد 10 سنين تبقي في نفس المكان بنفس الشكل بنفس الاسلوب بنفس كل حاجه؟ لقيت الاجابه قطعيا لا. تاني يوم سبت الشغل يعني انا متهوره جدا في حوار سيب الشغل ده، في يوم بسيب. انا مش هعيش يوم مضغوطه. وكنت بفكر ان انا مثلا ايه بعد 6 شهور هسيب الشغل، بعد كذا هسيب الشغل. بس حسيت انه اول ما اتضغطت، مش عارفه انا فرفوره ولا ده الطبيعي بس اول ما اتضغطت في الشغل حسيت انه انا خايفه اكون البنت اللي فضلت 12 سنه في الشغل دي. فورا سبت الشغل بدون تردد 5 ثواني. ما قلتش طب استنى اقبض الشهر الجاي، طب استنى يبقى معايا فلوس كذا، ما فكرتش، سبت خلاص. كنت سبحان الله يعني في رحله الكلام كده كنا قاعدين انا واصحابي قريب، ففي بنت من صحابي من اقرب صحابي ليا يعني بتتكلم بتقول هي شغاله في بوزيشن حلو جدا يعني ما شاء الله وساعد كتير قوي عشان توصل للبوزيشن اللي هي فيه ده. فبتتكلم معانا بتقول انا سألت نفسي لو بعد 10 سنين عايزه افضل في المكان اللي انا فيه ده ولا لا. هي لسه صغيره 24 سنه، اكتشفت ان هو لا، وبتخطط ان هي تعمل شيفت كارير وتنتقل لشغلانه تانية. انا مش فاكره ايه بالظبط بس تنتقل لشغلانه تانية. وانا اشجعها بكل حب وبكل قلبي وبكل صدق انها تسيب الحاجه اللي هي مش شايفه نفسها فيها وتروح تلاقي حاجه تانية تلاقي شغفها فيها. لو بعد 2 سنين من الشغلانه اللي هي اشتغلتها سألت نفسها تاني انا شايفه نفسي فين بعد 10 سنين واكتشفت ان هي مش عايزه تكمل في الشغلانه دي، تسيبها تاني. لان هو اهم حاجه يا بنات والله العظيم اما يكون عندي 60 سنه وبفتكر الماضي مش هقول ده انا حاربت كتير قوي، ده انا اتمرمطت كتير قوي. لا انا مش عايزه اقول ده، انا مش عايزه اقول ان انا تعبت كتير في حياتي، انا مش عايزه مش عايزه احس ان انا شلت مسؤوليه كتير في حياتي. انا عايزه احس ان انا يا ده انا حياتي دي كانت فيها حاجات كتير قوي فرحتني.
انا عملت حاجات كتير قوي فرحتني. انا في 60 سنه اللي فاتوا انا كنت سعيده، انا كنت بعمل حاجه اللي مريحاني، مش ان انا حوشت اكتر فلوس، لان وانا بموت وانا في عمر ال60 ولا هيبقى فيه ميك اب نافع مع وشي، ولا هيبقى فيها اي حاجه نافعه معايا، ولا هيبقى عندي طاقه ولا صحه ان انا اقوم اطير واسافر افغانستان. انا مش هيبقى عندي الطاقه دي وانا في ال60، هبقى عايزه اقعد قصاد التلفزيون، فالفلوس مش هتنفعني بحاجه. عايزه ابقى ايه؟ راحه بالي اولى بيا. تعالوا اقول لكم الخطوات بقى. اول حاجه واهم حاجه يا بنات، بصي، دي اهم حاجه في حياتك، انك تكوني ربنا نمبر 1. انت متوكله على ربنا. ان انت لو انت مش متوكله على ربنا اصل انت تايهه دلوقتي، انت قاعده دلوقتي تايهه، مش عارفه تعملي ايه في حياتك، ومش عارفه تبداي منين، ومش عارفه باظت مش عارفه تجيبيها منين ولا منين. لو انت مش متوكله على ربنا في النقط اللي انت عايز تمشي فيها اصلا، يعني انت هتسندي على مين هيوريكي الطريق؟ مفيش حد هيوريكي الطريق. فهو الحل دايما ان احنا نكون متوكله على ربنا، بنقوم نصلي صلاه استخاره اول ما بنلاقي مثلا فرصه شغل، اول ما بنلاقي كورس، اول ما بنلاقي تدريب، اول ما بنلاقي اي حاجه ممكن اجربه، يعني ولا حرام ولا عيب او كده، وبنقوم نصلي صلاه استخاره، يا رب نستخيرك في كذا كذا كذا، وبقدم على الخطوه، مش بستنى حلم بالليل، بقدم على الخطوه، جات لي كان بها، ما جاتليش الحمد لله. ممكن سبحان الله ربنا يحطك في حاجه، اللي هو تروحي تاخدي كورس مثلا انجليزي، وانتي في الكورس الانجليزي تحسي ان انتي مش نافعه فيه قوي، هتقولي ايه ده، انا دفعت ال1000 جنيه، فوانتي قاعده تلاقي واحده، انا بقول لكم مثال، واحده بتاخد كورس كمبيوتر، فتروحي تاخدي كورس الكمبيوتر فتنفعي فيه، فتحسي ان انتي سبحان الله، ده انا لو ما كنتش رحت كورس الانجليزي، ما كنتش اخدت كورس الكمبيوتر، ما كنتش اشتغلت في الشركه دي. شايفين ربنا؟ انت ما تعرفيش ترتيبات ربنا رايحه فين، بس انت اقدمي على الخطوه، يعني ايه، استعيني بالله وتوكلي. انت بقى ايه، هتشوفي بقى الدنيا بقى بترتب لك ازاي ورايحه فين وجايه منين. مش مشكلتك دلوقتي ان انا عايزه اعرف دلوقتي انا رايحه فين، مش شرط انه مش دايما، اسمعوا مني بجد، انا عشت الموضوع ده كتير كتير كتير، مش دايما ببقى انا في الخطوه دي ببقى عارفه ان انا رايحه هناك خالص. بس اللي بيبقى مطمني ان انا في الخطوه دي وتايهه ومش عارفه انا رايحه فين، انه انا ربنا معايا، فانا مش خايفه من اللي جاي، انا مش خايفه من الخطوه اللي جايه، انا ربنا مسهل لي طريقي. دايما عايزه اقول حاجه، مفيش حاجه بتخيب، يعني مش بيقولوا يا تصيب يا تخيب، مفيش حاجه بتخيب. لا بصي، لو رحتي رميتي نفسك في النار وانتي واثقه في ربنا، انتي بجد مش هتخيبي. روحي جربي مليون حاجه، روحي اعملي كل حاجه متاحه بالنسبه لك تعمليها، عمرها ما هتخيب. ليه؟ لان انتي حتى الموضوع لو ما كملش، ما نفعتيش فيه، انتي استفدتي، انتي لقيتي نفسك في حاجه، انتي عرفتي ده انا ما ينفعش اتحط في المكان ده، علشان انا عرفت ان انا شخصيتي فيها كذا. انا مثلا اكتشفت ان انا استحاله اعرف اشتغل في مكان فيه تقييم، انا اول ما بتقيم، اول ما حد يبقى قصادي كده ومراقبني عليا باظت خلاص. فانا عرفت كده، انا ما اعرفش اشتغل وحد بيقول لي انتي عندك لازم تجيبي 10/10، انا هجيب 0 بامتياز، هديك نجمه جنب ال0/10. هل هو عمري كنت هعرف كده الا لما اتحطيت في مكان عرفت فيه كده في شخصيتي وفشلت فيه، ما انا ما نفعتش، عشان كده عرفت في شخصيتي ده. فاهميني؟ انزلي جربي، اعرفي عن نفسك، اعرفي شخصيتك فين. انت مش هتعرفي شخصيتك وانت قاعده في البيت، مع ان انا على فكره الفتره دي قاعده في البيت ومخططه ان انا اعيش باقي حياتي في البيت، ما عنديش مشكله. ليه؟ لان انا خلاص عرفت، انا قاعده في البيت بتواصل مع العالم، منفتحه مع العالم من التليفون. دي الحاجه اللي انا بحبها، دي الحاجه اللي انا بعرف اعملها، بس مش دي الحاجه اللي بتدخلي فلوس. بس هي الفكره ان انت تكوني مركزه، ما تكونيش بترمي نفسك في الحاجه من غير ما تركزي انت استفدتي منها ايه. ودي اهم حاجه، انا دايما بقول لكم ركزوا مع نفسكم، ركزوا انتوا بتعملوا ايه، دي اهم حاجه، دي مركزه، عشان انا ببقى عايزه اطلع من الموضوع باقصى استفاده ممكنه. لان اوقات بتحطي في حاجات مثلا تتحرجي، تتوجعي، مش عارفه ايه، ما انا مش عايزه بقى ايه، ربنا عشان يعلمني الموضوع ده فيا، لان ربنا كده كده خلاص انا واثقه ان هو بيحطني على الطريق الصح، عشان مش عايزه اعيد الخطأ تاني، ومش عايزه اتكسف تاني، او مش عايزه اتحرج تاني، مش عايزه يتقال لي حاجه تاني. فببقى مركزه في الموضوع، ده انا استفدت 1 2 3 خلاص، ان شاء الله ما يتكررش. بس برضو على فكره مش شرط انك تكوني عارفه الحكمه دلوقتي، بس عشان انتي واثقه في ربنا، والله سبحان الله، الحمد لله، ولا اله الا الله، والله اكبر، عشان انتي واثقه في ربنا بتبقي خلاص، يعني انا واثقه ان اللي جاي في ايد ربنا، فانا واثقه ومتاكده ان خير.
انا متأكدة اقسم بالله يا بنات، متأكدة 1,000,000% ان كل اللي بيعمله ربنا خير. كله لو كارثة اتحطت على دماغك اعرفي ان انتي مش عارفة بالخير منها دلوقتي، بس اقسم لك بالله ان بعد سنة هتبقي عارفة ان الحاجة دي كان لازم تحصل. واسمعي مني وقولي فاطمة قالت. واخر حاجة انا حابة اقولها في حلقة النهاردة، واكيد استنبطتوها كده من الفيديو، خلي هدفك في الشغل، هدفك في اي حاجة هدف معنوي مش هدف مادي. الهدف المادي زي ما قلت لكم وانتي عندك 77 سنة على السرير بتحتضري مش هيبقى همك الفلوس في شيء، تمام؟ بس وانت عندك 77 سنة بتحتضري هتبقي مبسوطة بالحاجات المعنوية اللي انتي اخدتيها جواكي واللي وزعتيها على الناس. ودي اكتر حاجة بجد انا بهتم بيها، انه الدنيا تبقى لطيفة. يعني انا عايزة ابقى لطيفة وانتوا كلكم لطاف والدنيا كلها لطيفة معاكم. فخلي هدفك من شغلانتك حاجة مريحاكي في راحة، اما بتعملي الحاجة اللي انتي عملتيها دي بترتاحي. واخر حاجة خلاص اخر حاجة عايزة اقولها، تشتغلوش غصب عنكم يا بنات. مش لازم نكون بنشتغل عشان الناس بتشتغل، مش لازم يبقى معانا فلوس عشان الناس معاها فلوس، مش لازم اوصل لمكان معين عشان الناس وصلت، مش لازم يعني بعد التخرج اكون في المكان الفلاني واشتغل في الشركة الفلانية ومش عارفة ايه علشان صحابي اشتغلوا عشان هم معاهم فلوس عشان هم جابوا لنفسهم اللي هم عايزينه. ده انا مش عايزاه، ده انا مش هيريحني، فمش هعمله عشان مش هيريحني. انا ولا بعاتب اللي بتشتغل ولا بعاتب اللي مش بتشتغل، انا بعاتبك لو انتي لسه ما لقيتيش الحاجه اللي انتي بتحبيها وعايزه تعمليها ومريحاكي. دمتم سالمين والسلام عليكم.